المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. أدي غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. اسم الفاعل واسم المفعول. شقت سمرة شقغات سمرة. اسم الفاعل اسم مشتق يدل على الحدث ومن قام به فاعله في الوقت نفسه. أما اسم المفعول اسم مشتق أيضا ويدل على الحدث وعلى الذي وقع عليه الفعل، ويتم تصريف اسم الفاعل المفعول حسب الحالات الاسمية كالأسماء: قرم، قرر، هتخرر، هتخرم. كما يتم تصريف اسم الفاعل المفعول مثل الأفعال حسب الأزمنة والضمائر الشخصية وحسب الأعداد جمع ومفرد. يلعب اسم الفاعل المفعول في الجمل دور الفاعل أو المفعول، أو يكون بشكل فعل تام. أمثلة على دور اسم الفاعل المفعول في الجمل وضمن الحالات الاسمية: سيأوى اسم مفعول: يصل المقول وينبت المزروع. هاورر قس عاشرر قتش. اسم فاعل: وصل القائل ولا يصل الفاعل. زؤاغر قسغ زشآغر قسرب. وجر اسم فاعل: القائم الحاضر أولا يولد له حصان ذكر. هابو تجرم شجخ فالف. اسم مفعول: سأقرأ المكتوب أولا. هابو وتخرمس قيجشت. مثال الكلمة المرافقة: اسم فاعل: وصل الشاب المنطلق أولا. ناحبو يجغجالر هابو قسجغ. اسم مفعول: اشتريت الكتاب المكتوب أولا. ناحبو هاتشغت خسر قسشفغ. ملاحظة هامة: هناك فرق في صيغة اسم الفاعل واسم المفعول بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. كيفية صياغة اسم الفاعل: يتم اشتقاق اسم الفاعل من الأفعال الحقيقية القياسية بإضافة اللاحقة ر. أما في الأفعال ذات البنية المترابطة، وتعرف أيضا بالأفعال غير القياسية، فيتم فيها تحديد اسم الفاعل فقط بإضافة اللاحقة ر كأداة تمييز لاسم الفاعل. جدول لاشتقاق اسم الفاعل من الأفعال الحقيقية: سكوترش أنخر. الفعل اسم الفاعل: قبب يطير باتجاهي. قببرر. خيدزة يرمي إلى داخل شيء غير قابل للعد، ماء مثلا. خيدزرر. خبثة ينظر إلى شيء غير قابل للعد، ماء مثلا. خبثرر. دج يخرج من داخل شيء محصور أو بيت، قرية، مدينة، شق. دجرر. جدول لاشتقاق اسم الفاعل من الأفعال سمكوترش أنخر. الصيغة التي لا يظهر فيها الزمن بشكل واضح: الفعل الناقص غير القياسي اسم الفاعل: شس جالس، شسر. شت واقف، شتر. شل نائم، شتر. تيت واقف على، تيتر. خس جالس في، خسر. قس جالس خلف، قسر. قط واقف خلف، قطر. ز الصبخية أصصاغر حمزة تار. حمزة ز أصصاغر الصبخار. واحد: الهامس في أذن أخته هو حمزة.
المهموسة من قبل حمزة هي أخته. طو تيغنو قواجم يسنمجا يعني قوقوغا خري آتيقواغا خري تتيجالخ. 2. أولادنا هم المنافسون والغالبون في السباحة على أولاد القرية الجارة. ش تيجالخر زنقوقوغا خري زتيقواغا خري تيغنو قواجم يساقو خرار. 3. المغلوبون والمنافسون من قبل أولادنا هم سباحو أولاد القرية المجاورة. مزيد من الأمثلة لطريقة تشكل اسم الفاعل والمفعول. 1. الولد المفكر اسم فاعل. جالو قبص السرر. 2. الولد المفكر بالنجوم اسم فاعل. جالو زاغما يا قبص السرر. 3. النجوم التي يفكر بها الولد اسم مفعول. ش زاغوخو جالر زقبص السرر. طريقة صياغة اسم الفاعل حسب أزمنة الأفعال. أداة تحديد اسم الفاعل اللاحقة ر تتصل مع الفعل في الزمن الحاضر فقط، أما مع باقي الأزمنة الماضي والمستقبل فيتم الحصول على صيغة اسم الفاعل بإضافة اللاحقة ر فقط، وتكون هي أداة اسم فاعل. جدول يبين اشتقاق اسم الفاعل حسب أزمنة الأفعال. لاحظ الحرف ر الأخير في أسماء الفاعل وفي جميع الأزمنة يتضمن معنى للتعريف. الزمن، الفعل، اسم الفاعل. الحاضر مقصوة يفرح، قصورر قخيشج يخرج ينقذ، قخيشجرر ققوة يأتي، ققورر. الماضي قصآغ فرحة، قصآغر قخيشجغ أخرجه أنقذه، قخيشجغر. شخاغ أكل، شخاغر. المستقبل قوشت سيذهب، قوشتر. قوش أشت سيتكلم، قوش أشتر. مزيد من الأمثلة. اسم الفاعل المفعول نوع الاسم. وزلآ برر الذي تمد يدك إليه اسم مفعول. دبباغر الذي طار إلى داخل اسم فاعل. قزوغر الذي لمع اسم فاعل. زسترر الذي أعطيه اسم مفعول. تقز شخوغار الذي ولدنا فيه اسم مفعول. زرد قغار كيف ذاب آلية الذوبان اسم مفعول. قز شبصرم المكان الذي يزحف فيه اسم مفعول. زش أصاصرم المكان الذي يهمس فيه اسم مفعول. زرشيبسرر آلية الشروق في المكان، المكان الذي يشرق فيه اسم مفعول. قزرديخرر كيف يخرجه من داخل شيء، آلية إخراجه للشيء من داخل اسم مفعول.